السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. اشتراكك في القناة وتفعيلك لزر الجرس واشتراكك في عضوية مميزة بيخلينا نقدر نساعدك ونرد على كل الأسئلة والاستفسارات بتاعتكم حول التطبيقات وعالم التطبيقات. عايزين تعرفوا التطبيق ده بيعمل ايه؟ التطبيق ده فايدته ايه؟ التطبيق ده بيشتغل ازاي؟ التطبيق ده حقيقي؟ التطبيق ده فيه ميزة معينة بتدوروا عليها ومش قادرين توصلها؟ كل ده بنقدر نعرفه لكم من خلال فيديو شرح مفصل ومبسط للتطبيق، مميزاته وعيوبه، وازاي بيشتغل وازاي بتشارك عليه وازاي بتلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. طبعا ده بيتطلب مننا وقت وجهد ان احنا نحمل التطبيق ونشتغل عليه اكتر من عدة ايام. عشان كده بدعوكم ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في عضويه مميزه. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد وهو اسمه تطبيق مكسب. التطبيق ده مساحته 34 ميجا، حملوه اكتر من 500 الف شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بشراء المنتجات والبضاعه بتاعه السوبر ماركت. لو انت آه شخص عندك سوبر ماركت، عندك محل، عندك كشك، لو انت حتى شخص عادي بتجيب مستلزمات البيت، فانت بتقدر تحمل التطبيق ده وتدخل عليه وتجيب من عليه الحاجات اللي انت عايزها. هتلاقي عليه كل المنتجات وكل حاجات السوبر ماركت. هتلاقي عليه بأسعار الجملة، بأسعار مخفضة. بتقدر بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تعمل اوردر بالبضاعة اللي انت عايزها وتجيلك في خلال 24 ساعة، على حسب الحاجة اللي انت عايزها وعلى حسب المكان اللي انت فيه. بتقدر ان انت تتعامل مع اكتر من 70 الف تاجر وبتكسب منهم اكتر من 200 واكتر من 2000 منتج للحاجات اللي هي النواقص. بتقدر كمان من خلال التطبيق ده ان انت تشحن الموبايل بتاعك، او تدفع الفواتير، فواتير الكهرباء، فواتير المية، فواتير الغاز، الاقساط اللي عليك. كل ده بتقدر تعمله من خلال التطبيق. كمان بتقدر تربط التطبيق او تتعامل مع التطبيق من اي محفظة الكترونية، محفظة الكترونية زي فودافون كاش، زي اتصالات كاش، زي وي كاش، زي اورنج كاش. ده كده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق بقى، اول حاجة الناس كتير بتشتكي من ان الحاجات بيلاقوا على التطبيق ده حاجات نواقص كتير جدا. خدمة العملاء سيئة جدا. لما بيشتروا الحاجة بتتأخر قبل ما بتوصل لهم. ممكن يلاقوا الحاجات اللي هم اشتروها فيها مشاكل، اغلى من بره. ممكن يلاقوها صلاحيتها قربت تنتهي. آه، ولما بييجوا يتعاملوا مع او يتكلموا مع خدمة العملاء مش بيلاقوا رد، او بيقولوا هنحل المشكلة ومحدش بعد كده بيرد عليهم تاني. فده كده المميزات والعيوب بتوع التطبيق. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت توصلك الفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. وشكرا، سلام عليكم.